السلام عليكم، وحشتوني جدا جدا. انا واخده اجازه طويله شويه كده من الفيديوهات، لكن كنت في جلسه كده وزنت طبعا البنوته الجميله اللي كنت بعمل معاها السيشن ان انا اطرح الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه، الا وهو ان لما يبقى متقدم لنا حد وحكى لنا بعض الحاجات اللي امر بيها، انه كان مدمن، لكن دخل وتعافى الحمد لله، ولسه في مرحلة التعافي. انه كمان للأسف كان بيدخل في علاقات يعني نسائية كتير، ومنها علاقات جنسية كاملة، وانه الحمد لله تاب وبيحاول يرمي الجزء ده ورا ظهره خالص. والبنوتة بتقول انا مش عارفة اكمل ولا لا، وحاسة ان انا لو رفضته علشان الحاجات دي يبقى انا كده انسانة مش كويسة، وكفاية ان هو اعترف لي، كان ممكن ما يقوليش. في نفس الوقت خايفة ان هو يرجع لكل ده تاني، خصوصا ان هو بيقول لي لو انا سبته او ما وافقتش عليه ممكن قوي يرجع للي كان فيه، وان انا لازم اساعده. الحقيقة يا بنات يا حلوين، لازم نفهم كويس قوي ان الحياة الزوجية واننا نبني حياة زوجية ده بيحتاج مننا حرص شديد، واننا نختار بقدر الامكان، وان ده مش عيب، بالعكس احنا هنسأل لو ان احنا ما احسناش الاختيار، لاننا بنبني عيلة والمفترض هنجيب اولاد، والشخص اللي بختاره ده هو هيبقى اب لاولادي، فلازم احاول بقدر الامكان ان انا احسن الاختيار. فكرة ان حد عمل الاشياء ديت فلازم نبقى خايفين، لان ما عندوش مرجعية اخلاقية جيدة بشكل او باخر. لو هو فضل كويس فتمام، يعني ربنا يكرمه بحد تاني. ولو هو رجع للي هو فيه قال ايه علشان انا ما وافقتش، يبقى هو اصلا حد بيتلكك وبيدور على شماعة يعلق عليها اخطائه. طيب هل معنى كده ان اللي غلط خلاص نضربه بالنار ما نسامحوش؟ لا، اللي غلط مثلا وهو زوجي هستحمل، لان احنا خلاص متزوجين، فدي من ضمن واجباتي كزوجة، ان انا استحمل زوجي زي ما هو من ضمن واجباته انه يستحملني، وان احنا نعين بعض على اننا نتعافى ونرجع عن خطأ ما عملناه مرة واتنين، ولكن ليها حدود برضو. طيب مين الواجب عليه بيعمل كده بقى؟ باباه، مامته، اسرته، تستحمله يقع مرة واتنين وتلاتة، لان هم لسه هم اسرته فعلا، لكن انا لسه ما بقتش من اسرته، فمش صح ان انا ادخل في علاقة زي دي، ومش عيب ولا انانية ولا غلط ولا تبطر ان انا ارفضه. فلو سمحتوا اختاروا ناس كويسة لمصلحتكم ولمصلحة أبنائكم ولمصلحة الحياة الزوجية اللي انتوا داخلين عليها، من غير ما تحسوا بتأنيب ضمير. بالعكس انتوا لازم تختاروا صح.